اهلا وسهلا خالد بيه، ازي حضرتك ازي الاول؟ حضرتك، عامل ايه، اخبارك ايه؟ ربنا يخليك يا خالد بيه. هل حضرتك فعلا في المغرب ولا رجعت؟ انا لسه واصل حالا يا باشا من ساعتين. من ساعتين. من كنت ساعتين. متواجد اثناء مباراة الزمالك وال شوف هقول لحضرتك على حاجه. اه. اولا انا اهلاوي. تمام. 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 ده اولا. ثانيا انا ابارك لمصر وليس للزمالك فقط، لان الزمالك ما كانش بيمثل نفسه بره لكن بيمثل مصر بالكامل. صحيح. تمام. تمام. عندما اتواجد في دوله زي المغرب وانا ليا شغل فيها ولسه كنت فيها من اسبوعين وكل اسبوعين بسافر، لان انا شغال انا بيزنس الرخام، بروح اجادير عشان اجيب رخام وكده. عندما اجد فريق مصر بتلعب مع دوله اجنبيه، اروح الاستاد اتفرج على الماتش ولا ما اروحش؟ تروح. زي اي مواطن. اه. كانت اللي انا عندي في هذا المجال العلم انا بستخدمه لله سبحانه وتعالى. اما كانت اللي حد بعتني من هنا زي ما جيت فوجئت انا على المواقع واحد منتحل صفتي بالمعالج الروحاني. انا ما عنديش فيسبوك اصلا يا خالد بيه عشان تبقى عارف. انت بيقولوا ان حضرتك كاتب اهو، وان انت سبب الصعود للزمالك، لا وان انت عملت فكيت سحر لا بص يا خالد بيه. انا ما عنديش موقع اصلا. وما عنديش فيسبوك اصلا. وانا بنفي من خلال برنامجك المحترم هذا الموضوع. وعامل اربع محاضر في وزارة الداخلية. اخرها رقم 9. تمام. يعني اللي كاتب ده على لسانك ده انسان كذاب وغير صادق ومنتحل شخصيتك تماما. ولن احد بعتني من الزمالك، ولا سياده المستشار بعتني، ولا سافرت على حساب حد، ولا محتاج، ولا الكلام الفاضي ده كله. ده انا الحمد لله سفر بعت الزمالك كلها على حسابي الشخصي. مش مستانس والله، بكلمك بجد. انا وانت متواجد هناك عشان البيزنس بتاعك بتاع الرخام. ولما اعرف ان في فريق مصر بيلعب، مش الزمالك حضرتك، مصر كان بتلعب واحنا اتحرق دمنا في المباراه ده، احنا اللي شفناه في المباراه ما حدش شافه. ارجع الاقي المواقع كلها بتتكلم على حسنين مش عارف سافر على حساب النادي، اصل مش عارف راح فك السحر. احنا نؤمن بقضيه السحر وموجوده في القاره زي ما حضرتك قلت. تمام. وكل البلاد فيها سحر، لكن انا ماليش علاقه بالموضوع ولا مقارنه. انا سافرت، كنت في شغلي وتواجدت مصادفه في المغرب ولقيت في ماتش الزمالك، وانا الصراحه بحب الزمالك عشان خاطر مرتضى منصور مع احتفاظ بالالقاب. راجل كان زميلي في البرلمان 5 سنين وتربطني بيه علاقه وطيده اخويه. عمري ما طلب مني طلب زي كده في حياته. كانت بقى اللي هو الزمالك ينجح ويصعد، الحاقدين بقى اللي على اخونا مرتضى وعلى البعثه اللي شرفتنا هناك، سواء الكابتن اسماعيل يوسف او الاخ هاني زاده او احمد جلال او المجموعه الجميله دي كلها، اللي كانوا في حرب هناك، الضغط الجماهيري والعصبي يا خالد بيه. تمام. هنا في مصر ناس حقد على الزمالك، حاقدين على مرتضى منصور. ينجح مش عارف ايه بالسحر، فريق فاز سحر يا اخوانا وبتاع ايه الكلام اللي بيقولوه ده. تمام. انا بنفي تماما كل ما كتب على موقع المعالج الروحاني. ليس لي مواقع يا خالد بيه على وجه الاطلاق، ولم يكلفني احد، ولم اسافر على احد، ولم اسافر على حساب احد، ولم اذهب خصيصا عشان افك السحر وما افكش السحر. تمام. بشكرك يا استاذ علاء. وعندن بقى في اللي كتب كده انا هسافر جنوب افريقيا واحضر الماتش هناك. طب واعمل سحر بقى المره دي. نعم. اشكرك استاذ علاء حسنين.